السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعاتي الغزالات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم باذن الله في اتم الصحة والعافية. مرحبا بكم كيف العادة على قناتي وقناتكم قناة ما يفيدك سيداتي مع ايمان. اقتراحي لكم في هذا الفيديو البنات كيش سائل كيجي من اروع ما يكون، كيجي لذيذ مغذي سهل وسريع بعجين سائل بدون اختمار، والنتيجه ديالو كتجي هو الاروع بدون عجين مورق، والنتيجه ديالو اكيد غادي تعجبكم. تابعوا معايا الفيديو الاخر باش تعرفوا على المقادير وكيفيه التحضير، وما تنساوش اللايكات والتعليق. ندوزو البنات الوصفه البسيطه جدا. كيف كتشوفوا معايا تحتاجوا فيها تشكيله ديال الخضر، بصيله، الفلافل الالوان. غنحتاجوا الطون اللي غادي نوجدوا به هاد الكيش هذا، معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. غنحتاجوا التوابل: خرقوم بلدي، سكينجبير، ثومه بودره، الابزار، المليحه والزيت باش غادي نشحروا المكونات. يعني داكشي ساهل مهل البنات ويوجد معكم بسرعه. غتاخذوا هكذا الخضيرات وتضعوا عليها زيت المائده والملحه وتشحروها حتى كتبدا تنزل، وغنضيفوا واحد المكون اللي كيجي لذيذ بزاف لهاد الحشوه وهو اقتصادي جدا. هي حبه ديال البطاطس تكون مقشره البنات وتحكوها في هاد الحكاكه الغليظه كيف كتشوفوا معايا. هنا وضعت الخضيره ديالي كتشحر، وغادي نحك هاد البطاطا تحكوها كيف قلت لكم في هاد الحكاكه. من الاحسن اللي بغى يقطعها مربعات، ولكن هي كتجي احسن انها تكون محكوكه، كتجي منسجمه وكطيب دغيا البنات. صافي من بعد ما تكملوا الحكان ديال هاد البطاطس هادي، بالنسبه للخضر البنات راني ضعت حبه من كل حاجه. يعني هذيك الفلافل الالوان حبه حبه، وحبه ديال البصل، وهذه حبه ديال البطاطس اللي حكيتها. وغنجيب هكذا الصفايه وغننزل فيها هذيك البطاطا. علاش؟ باش تتقطر من الماء ديالها. غادي نحاولوا نعصروها بواحد المعلقه، حيت هي واخا تحطوها هكا لها بدا ما غاديش ينزل الماء كامل اللي فيها وهذيك النشويات. يعني غناخذوا هكذا المعلقه وغنبداو نبركوا عليها على هذا الشكل باش نعصروها مزيان حتى كنحيدوا منها الماء كامل، باش ما كتجيناش الحشوه ميها وكتشحر مزيان مع باقي الخضر ويدخلها الطياب. صافي هنا ضفتها على الفلافل والبصله وغادي نشحرهم مع بعض. في هذه الاثناء البنات حركوهم مزيان وضيفوا التوابل. التوابل حتى هي البنات راها بسيطه وما تكتروش منها باش كتاكلوا هذاك المذاق ديال الخضر، وكذلك النكهه ديال الطون او مذاق الطون اللي غيعطينا واحد اللذه وواحد الريحه البنات لهاد الحشوه. وكيف قلت لكم كيجيو مغذيين. صافي من بعد ما شحرت الكل كيف كتشوفوا معايا، غنضيف هذيك المعلقه الكبيره ديال القزبر ومعدنوس، يا اما يكونوا طريين ولا يكونوا عندكم في المجمد. وغتاخذوا واحد الحك ديال الطون عادي البنات. هنا عندي الطون بالزيت، غتفتوه هكذا مزيان وغتضيفوه للحشوه. صدقوني البنات هاد الحشوه كتجي من ألذ ما يكون، اقتصاديه، كلشي كتوجديه دفعه واحده. والطون كيعطينا واحد الصراحه مذاق رائع، حسن كاع من صدر الدجاج، ولكن كل واحد يخدم بداكشي اللي توفر ليه. بالنسبه لاباغايا كيش او هذيك الصلصه اللي غادي نوجدوا بها هذا الكيش هذا، فهي كالاتي: نحتاج فيها 2 حبات ديال البيض، غنضيفوا ليها المليحه والبزار، نضيفوا كذلك الخميره، خميره الحلويات البنات غتضيفوا منها معلقه صغيره. طربوا المكونات جيدا وغنضيفوا كاس ديال الحليب، كاس فقط ديال الحليب فهو كافي. غنضيف هنا كاس ديال الدقيق، بطبيعه الحال نغربلوه جيدا. نضيفوا كذلك كيف قلت لكم المعلقه ديال خميره الحلويات. هنا نسيت وديت الغربال، نسيت اني خصني نغربل حتى الخميره. والنسمه ديال الزعتر البنات، غير جربوها هاد الحشوه غتعجبكم تحمقكم. واحد الريحه كتخرج من الفران ملي كتكونوا طيبوا هاد لي كيش هادو زوينه بزاف. هنا ضفت ياغورت او جبن طري، واللي بغى تضيف ياغورت مسوس ضيفوا، انا عندي هذا جبن طري. صافي تتحركوا المكونات جيدا حتى كينسجموا. هاد لاباغايا كيش كتجي لذيذه البنات، وكي شفتوا معايا مقادير اللي هما مضبوطين، وان شاء الله نخلي لكم المقادير اسفل الفيديو في صندوق الوصف. صافي غادي نزولوا هذيك لاباغايا كيش. غنجيبوا لي مول ديالنا البنات غندهنوهم مزيان. هاد لي مول ديال لي كيش
فهما متواجدين، ونتمنى البنات كلكم يكون عندكم هاد ليمول هادو فكينفعونا بزاف. دهنوهم هكذا بالزبده ورشوهم بالدقيق. ضروري هاد العمليه البنات باش ما يلتصقش ليكم هاد لي كيش هادو. دي كيش سائلين بحشوه اقتصاديه وبنينه ومغذيه. نتمنىكم تجربوهم ينفعوكم ان شاء الله لوجبات العشاء، هكا شي حاجه اللي سريعه مع شوربه، وكذلك في وصفات رمضان باذن الله حتى هما كنحتاجوا هكذا مملحات اللي سريعه ومغذيه. نبداو هكذا نعمروا في الكيش ديالنا بحصص متساويه، نحاولوا كل وحده نوضعوا فيها واحد 2 معالق ديال الحشوه هكذا باش كيجيونا متقايسين. وهاد المكونات راه ما شاء الله خرجوا لينا كميه مهمه، خرجوا ليا كيف كتشوفوا معايا 12 حبه. من بعد ما عمرتهم غناخذ هنا شويه ديال الزيتون مقطع هكا خويتمات صغار او دوائر، ونوضع شويه في كل وحده. كنفضل ان الزيتون نخليه حتى الاخر هكذا باش كنعرف كل كيشه شحال وضعت فيها، يعني نحاول نوضع داكشي متقايس. على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا شيء بسيط، مكونات بسيطه، يعني تشكيله ديال الخضر وكل شيء غيطيب دفعه واحده ان شاء الله في الفرن كيجي رائع. صافي هنا كتاخذوا هذيك الصلصه ديال الكيش وتبداو تعمروا في ليمول ديالكم، كيجيو غزالين معلكين البنات. نتمنىكم تجربوهم. ما تنساوش بارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء اللي تعم الفائده. واللي كيزور القناه لاول مره وعجبو المحتوى مرحبا به يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوه كل جديد. ودائما التعاليق الزوينه ديالكم كنشكركم بزاف، شكرا جزيلا لكم على التعاليق الزوينه بحالكم اللي كتشجعني وكتدعمني دائما على تقديم المزيد. صافي الفران يكون سخون من قبل، ندخلوهم النار من الاسفل حتى كيطيبوا، ومن بعد نحمروا ليهم الوجه ديالهم. صافي هنا عندي واحد شويه ديال الجبن مبشور، شويه الفرماج حكيتو فرماج احمر. الا عندكم ديروه، ما عندكمش تقدروا تكتفيوا بهم كيف ما هما، راه كيجيو لذاذ. شوفوا معايا تشكيله الخضر كيفاش كتعطي دوك اللوينات كيشهيو. كيبقى هذا كتزيين. انا درت هنايا الفرماج محكوك، وغنزيد واحد شويه ديال الازير اللي عندي يابس وقطعته هكا حصص رقيقه، كيجي زوين. كترشوا به هذا الفرماج هذا كيعطينا نسمه زوينه صراحه. هاد الاعشاب المنسمه عفوا كيعطونا اختلاف في المذاقات. نتمنىكم تجربوهم بهذه الطريقه، اكيد غادي يعجبوكم ويعجبوا وليداتكم، وعلاش لا حتى ضيافكم. الى عندكم ضياف رمضان او في كوجبات الكوتي تحضروهم بوجهكم احمر البنات كيجيو غزالين. سمحوا لي على الاغلاط اللي كندير، ما عرفتش كنكونوا نهضروا عادي ملي كنصوبي لي زوديو كيبداو فمنا كيتراشل. شوفوا معايا البنات راه كيحيدوا بسهوله كيف وريتكم الاناء ما ملتصقش فيه الحشوه نهائيا، وكيفاش كيكونوا طايبين ناشفين مفرزين البنات ما معجنين ما والو. نتمنىكم تجربوهم بهذه الطريقه بالصحه والراحه، والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.